خد على الدول، صور كده على طول. في هوا ومفيش هوا، بس اتكلم انت. ماشي. صلاة النبي احسن رجاله، اول استفتاح لسه النهار اهو. اللهم صل على النبي. صلاة النبي احسن. اهلا. اطلع. صلاة على النبي يا رجاله اهو. صلاة النبي يا رجاله، اول استفتاح اهو، ان شاء الله يبقى ليله زي الفل بصحبة علي ابو وهاب ومحمد بعزيز وحبيبي ابو عبده. صلى على النبي. الله اكبر العياش. يسلم على الدول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعيني على قناه المصري لتعليم صيد السمك بالصناره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تحياتي لكم جميعا، وحشني، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. قبل اي حاجه ندعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا يا رب يثبتهم ويقويهم ويكرمهم يا رب وينصرهم، ويا رب كانوا جوع فطعمهم. فبصراحه ربنا يعني ربنا يثبتهم ويقويهم على اللي هم فيه. حد غيرهم ما كانش يقدر يستحمل الناس اللي مستحملاه. ده نعمه من عند ربنا، فربنا يا رب يثبتهم يا رب ويقويهم وينصرهم يا رب. وموضوعنا النهارده عن موضوع، طبعا النهارده ما نمتش، يعني النهارده اول يوم ليا من المايه من 6 شهور. النهارده انا في مشتى البرهان اهو، زي ما انتم عارفين المكان المحبب ليا، فقلت انزل اجرب فيه. لكن المايه فعلا زايده قوي زي ما انتم شايفين، المايه شوفوا عامله ازاي، المايه زايده منسوبا. لكن انا مش هكدب، ممكن السمكه تاكل، ممكن السمكه ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده وتاكل. الطعم غالي، فعشان كده الواحد برده ما بينزلش كتير. الطعم عامل من 120 وكمان، وفي ناس بتبيعه اكتر من 120 اللي هو الطعم البلدي. فنازلين النهارده ان شاء الله مع الحاج محمد وهو قاعد بيعمل الشاي، وهنتكل على الله وان شاء الله ربنا يجعله موسم خير علينا وعليكم. طب النهارده احنا هنشتغل ازاي؟ انا شغال بفيله كده زي ما انتم شايفين، هي 7 بليات. انا بتخيل المشايه اللي انتم عارفينها اللي بنمشي عليها اللي بنقعد فيها في الموسم اللي هي بتبقى تحت النيل دوت. انا بقى هخلي الرصاص بتاعي يبقى ماشي على اول المشايه من جوه، يعني مش في الغويط بتاعه، لا، في اول المشايه اللي هو الدبش المهدر. الدبش المهدر اللي هو في بدايه الرصيف. فممكن السمكه تطلع تاخد الطعميه من قلبيه، والسمكه بتيجي بالليل وترعى. ليه؟ شايفين الجو حر جامد جدا، وطبعا السمكه زي ما انتم عارفين في الجزر اللي قدامنا ديت راكبه المايه، راكبه الجزر، فالسمكه كلها فيه. بتيجي بالليل ترعى، ما بيكون الجو بيرطب شويه، فالسمكه ممكن تاكل متاخر. يعني انت لما تنزل بدري ما تستعجلش وتحكم على الدور اللي ما بياكلش وخلاص وتمشي. هتلاقي سمك حجاري، هتلاقي السمكه الزرقاء ديت، بنزل الشنطه من على كتفي، هتلاقي السمكه الزرقاء ديت بتاكل اللي هي الحجاري الزرقاء، والحجاري بتاكل. وهيقع بقى في وسطها بقى السمك ابيض كويس، ممكن يقع اوزان حلوه ان شاء الله. فاحنا زي ما قلنا كده هنرمي على اول المصطبه من تحت، والرمال بتاعك من 70 ل 80 سم، والحديد اللي هتشتغل بيه حديد 5. بس سيبك من الاربعه دلوقتي لان ممكن تقع شرايه، فالحديد يجيبها، يبقى سهل ان يجيبها. السمكه بتقع حجم حلو، لا غير بحديد 4 واشتغل بحديد 4، وان شاء الله ربنا يرزق يا رب الجميع يا رب. فربنا يجعل يا رب موسم خير علينا وعليكم. وان شاء الله لو في فيديوهات بقى بسمك ان شاء الله تبقى تكمل وتحلو، وان شاء الله يكون معاكم بالليل. لكن في الاخر حقيقه ربنا انتوا وحشيني كتير قوي، ومتشكر قوي على الناس اللي بتتصل بيا وبتتواصل مع الواحد. ده اهم حاجه، ان احنا مش موضوع محتوى بنقدم محتوى، لا، احنا بنقول الحاجه دي بنعملها لله، مش ان انا اعمل فيديوهات ان انا اكسب منها، لا، انا الحاجه اللي انا بعملها انها تبقى في ذكرى لينا. دي كنتوا شايفين كل يوم بنودع واحد من حبايبنا احمد عقرب من كام شهر، وامبارح كان الحاج محمد كفته، ربنا يرحمهم يا رب جميعا ويثبتهم ويكون يا رب مأواهم الجنه والحكمه بيهم على خير يا رب. تحياتي ليكم، واشوفكم ان شاء الله بقى بالليل في الصيد ان شاء الله، نشرب كوبايه الشاي ونتكل على الله نصطاد باذن الله. يا جدعان اول استفتاح اهو، ده السمك اللي بياكل هو جوازي اهو. طبعا الصغير ده بنرميه الميه تاني، وفي وسط بقى الصغير دوت يقع فيه بقى سمكه مسنوده، ممكن يقع فيه سمكه مسنوده ان شاء الله. هو لسه الليل ما ليلش، احنا لسه النهار طالع اهو، لكن ان شاء الله بالليل في وسط الحجاري ده والسمكه الزرقاء اللي انا بتكلم عليه ده ممكن بقى يقع سمك كويس ان شاء الله. نبتدي نشتغل بقى ان شاء الله، نكسر فسفوره ونبتدي بقى الشغل ان شاء الله. ادي القطط خليهم ياكلوا، بس هيتلموا مش هيسيبونا. ما لو اديت القطط هتتلم، ننزلهم الميه تاني احسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنلم العد اهوت الساعه 11 وشويه اهي، للاسف مفيش سمك. جربنا والله، ناس معايا صيادين اهي زي الفل اهي قاعدين اهو، هم الحاج محمد والحاج محمود وابن محمد. اللي بياكل يا جدعان هو السمكه الزرقاء والشر الصغير اهو. تاخد الشرتين دول يا محمود ولا ارميهم؟ خدهم اهم، شرتين حجاري اهم، مفيش غيرهم بيتنططوا في البتاع اهي. محمود ياخدهم اهو، والباقي اكلنا القطط واللي بيطلع صغير قوي بنرميه في الميه.
الحجار الصغير قوي بنرميه في الميه. لكن لا، الميه عايزين تستنوا عليها شويه، الميه لسه عاليه ومحتاجه الميه تنزل شويه، وبعد كده ان شاء الله السمكه هتاكل حلو والله. الميه هيبقى فيها سمك حلو ان شاء الله السنه دي. بس الميه نصبر عليها والميه تنزل شويه. بص الميه فين؟ الميه راكبه سلمتين من الميل اهو اللي باينين. تنزل بس شويه كده 4 درجات ولا حاجه، 3 درجات، لا الميه هتاكل ان شاء الله كويس. اللي عايز ينزل دلوقتي ينزل السله، اما عشان تنزل على سمك عشان الناس بس بتشتكي لا مفيش سمك. موضوع القواقع اللي الناس كانت بتتكلم عليها، لا على الحجر دي كتير اهي، كوبايه لا كوبايه نغسلها اهي. القواقع ديت كلها طبعا كانت الاستاكوزا بتتغذى عليها كتير قوي فعلا القواقع. بصوا قد ايه في الميه، بس هي دي ما تاثرش يعني على السمكه، يعني مالهاش دعوه بموضوع السمك. يعني في ناس بيقول لك القواقع كتير في ميه النيل ما فيهاش هي بص الارض كلها قواقع. ايه تغيير بس الاستاكوزا اللي قلت قوي، الاستاكوزا كانت بيتغذى عليها والفئه كان بيتغذى عليها، كل ديت ده سبب من اسباب انها انتشرت جامد قوي كده. ان شاء الله الايام اللي جايه هي 15 يوم بالظبط او 20 يوم ان شاء الله، والميه تبتدي تخس. يعني من اول نص 8 كده تبتدي الميه تخس، نبتدي ان شاء الله ننزل ونجيب سمك. احنا كل فتره كده ننزل نبص على الميه ونجس الميه ونشوف الدنيا فيها ايه، وطبعا نوفيكم بالاخبار اول باول. لكن للامانه لا مفيش سمك، عشان خاطر ما حدش يقول ايه، ما بنضحكش على حد. احنا محمد بيقول لكم ما حدش ينزل الطعم غالي. لا يا عم الناس ينزل تتسلى، اللي يقدر ينزل يتسلى يجيب نص طعم زينا كده ينزل يتسلى بيه. يستنوا شويه الناس تستنى. جو احنا بنشر، احنا قاعدين على الميه وبنشر ميه بعرق، بنشر عرق رهيب. بس هي هوايه بقى، انتوا عارفين بقى. دي نلم عدتنا اهوت، ادي الكوبايه بتاعت الشاي اهي، ونلم الجربنديه ونتكل على الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.